السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ ورجعت لكم فيديو جديد مع مصطفى سلامة لتجارة الحمام. تحية خاصة لكل من يشاهد قناة مصطفى سلامة لتجارة الحمام، سواء من مصر او من خارج مصر او من اي دولة عربية. تحية خاصة لاخواتنا المغتربين. جمعة مباركة عليكم. اولا النهاردة في فيديو على قناة فارس غاوي حمام، اتمنى ان انتوا تخشوا تشوفوه واتمنى ان هو يعجبكم. الفيديو عبارة عن مجموعة اسوس فيها حاجات شعبي فيها حاجات كويسة. تمام؟ ده كده بمناسبة الفيديو بتاع النهارده اللي انا المفروض ان انا اتكلم فيه عن الحمام. بس انا النهارده هتكلم يا جماعة على احلى موقف من اتنين غواي حمام ما يعرفوش بعض. الاتنين دول من يعني اخواتي واصحابي وحبايبي ومن عندنا وبينشوا هنا عندنا في اسكندريه. واحد ماسك لواحد فرد حمام، فانا طلبت منه الفرد الحمام. قال انت تعرف صاحبه؟ قلت له صاحب الفرد شخص محترم جدا وزيك بالظبط. قال لي يا عم مصطفى انت اخ كبير ليا مفيش اي مشكله. قلت له لا، الفرد الحمام ده فرد استرالي برقبه خضراء، هتاخد حقه 50 جنيه. قال لي والله العظيم ولا جنيه، طالما انت قلت ان صاحب الفرد الحمام شخص محترم يبقى ولا جنيه. اتصلت بصاحب الفرد الحمام، جه وقعد معاه واخدوا بعضهم ومشوا مع بعض وعطاله الفرد الحمام. طب معلش ايه اللي خلاني اعمل كده؟ مع العلم كنت انا ممكن اشتري الفرد الحمام وابيعه لصاحبه تاني. مش هي دي التجارة يا جماعة، ومش هي دي غاية الحمام. غاية الحمام انا مسكت لك او انت مسكت لي، حتى لو انت مش عارفني حاول تدور عليا وتودي لي حاجتي. يعني ايه تمسك فرد حمام وانت عارف صاحبه؟ طب مسكت فرد حمام وانت مش عارف صاحبه، خلاص انت طلعت اتمتعت، اطلق صراحة. ده رأيي انا يعني. مع العلم الغواية مش هتعمل كده. الغواية هيمسك الفرد الحمام وهينزل يبيعه. طبعا كل الجماعة اللي بتنش اصحابي يا جماعة عشان تبقوا عارفين، اغلبية النشيشة صحابي، بس اتمنى ان هم يعملوا كده. لما تمسك حاجة مش بتاعتك وانت مش عارف صاحبها اطلق صراحة. لو الحاجة دي قعدت عندك واستقرت عندك وعجبتك ادفع حقها بنية صاحبها اللي راح منه. ده رأيي برضه مش رأي حد تاني. لو اطلقت صراحة ومشت وما رجعتلكش صدقني هتلاقي الجزاء في حاجتك افضل. زي لو انت لقيت فرد حمام تعبان نزل عندك تعبان وانت عالجته، اطلق صراحة. ما تطمعش فيه لان مش حاجتك. الفيديو اللي انتوا هتشوفوه النهارده هتشوفوا فيه مجموعة اسوس انا ما صورتهاش. فيها رواحنا، فيها طقطة، فيها طراطير، فيها كام واحدة حماماية مشكلة كويسين يعني. في سعر من 100 جنيه فيهم لحد 300 جنيه. القناة اسمها فارس غاوي حمام وهو مشترك عندي في القناة، وهو دماغه حلوة في الحمام بجد. بس اتمنى اللي تبقى دماغه حلوة في المذاكرة، لان انا زي ما انا قلت الحمام ما بيفتش. وعلى رأي اخونا محمد جابر علق تعليق حلو قوي عجبني بصراحة. ايه هو؟ ممكن الحمام يعلمك الكذب، يعلمك النفاق، يعلمك الغش، بيلهيك عن الصلاة والذكر. فعلا دي حقيقة.
بس برضه معلش يا اخونا محمد جابر، كل واحد من الشباب ليه هوايه. ممكن تلاقي واحد غاوي كمال اجسام، ممكن تلاقي واحد غاوي لبس، غاوي النزاهه، ممكن تلاقي واحد غاوي صيد سواء بري او بحري، ممكن تلاقي حد غاوي رحلات، ممكن تلاقي حد غاوي قرايه. تمام؟ بس انه هوايه اللي تنفع وما تضرش، لان الشباب عندهم وقت فراغ كبير جدا. لان هنا في مصر، بس ما اعرفش بره في الكلام دوت ولا مش موجود، ثالثه اعدادي ملهاش حضور، الدبلومات ملهاش حضور، ثالثه ثانوي ملهاش حضور. يعني المرحله النهائيه في التعليم ملكش حضور، انت تروح على الامتحان وكده كده انت بتاخد دروس بره، فالدنيا متظبطه معاك يعني. فلازم الشاب يخرج طاقته وفكره في حاجه تفيده، وقبل ما تبقى حاجه تفيده حاجه تكون ترضي ربنا. لان لو حاجه مش هترضي ربنا صدقني هتلاقي طول حياتك متكعبل. وفي نفس الوقت لما تيجي تعمل حاجه، انا انصحك نصيحه لله، لو حياتك متلخبطه معاك، الدنيا متأزمه معاك، في كعبله في حياتك، شوف ابوك وامك عاملين ايه من ناحيتك. لان لو ابوك وامك راضيين عنك هتتفتح لك ابواب كتير. لو ابوك وامك مش راضيين عنك هتعيش طول حياتك متعكنن، حتى لو هم عايشين او توفاهم الله هتعيش طول في حياتك في كرب، في ضيق. وبالمناسبة قصة صاحب البقرة في سورة البقرة التي سميت السورة باسمه سورة البقرة، انتوا عارفين الشاب ده كان بيعمل ايه؟ الشاب ده كان مقسم ال 24 ساعة على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بالليل للعبادة، تمام؟ وكانوا على الديانة اليهودية، في الإسرائيليات الكلام دوت موجود. المرحلة الثانية للعمل، المرحلة الثالثة لخدمة أمه والدته، وكان بار بأمه. علشان كده في نهاية المطاف ربنا كرمه بوزن البقرة ذهب. معلش انت فين النهارده من برك بأمك؟ فين من برك بأبوك؟ انت فين من ده كله؟ انت فين من قربك من ربنا؟ في مشكلة يا جماعة كتير جدا بتقابلني. انت ممكن تحاول ترضي الناس على حساب ربنا. واخر نصيحة عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لان الفيديو ما فيهوش حمام بجد، اللي بيخليني اتكلم كده من اللي انا بشوفه. وسؤال حلقة النهاردة: كم عدد السنوات التي اكتمل فيها نزول القرآن الكريم؟ يعني ايه؟ ما هي المدة اللي من اولها نزل الوحي لحد انتهاء الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا بكرة الجمعة موعدكم النهاردة مع سورة الكهف، زائد اكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال سهل يا جماعة: عدد السنوات التي نزل فيها القرآن الكريم، الوقت قد ايه علشان القرآن اكتمل؟ عدد السنين قد ايه علشان القرآن يكتمل؟ واسف على الفيديو النهارده ما فيهوش حمام، بس بكره
هفرجكم على 4 اسوس قطاطه، ونشوف انه فيهم القطاطي وانه مش قطاطي وانه دخيل، وال4 اسوس قشر سمك. اشوفكم على خير بكره في فيديو جديد مع مصطفى سلامه لتجاره الحمام. ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ما عجبكش الفيديو دوس لم يعجبني، ما بزعلش لان انا بحب اقول لك الحقيقه. تصبحوا على خير وجمعه مباركه يا رب على الجميع، واشوفكم على خير بكره.